team with you running around in cute uniforms, sweating. I gotta go. Off planet Mars. I like writing these stories with you, but I really love being able to hang out and spend more time. But then again, maybe already have. Oh. ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن كرتونات مشهورة كلنا عارفينها وكلنا تقريبا بنحبها، بس للأسف طلعت بتدعم الألوان. ومن غير ما اطول عليك ما تنساش لايك والاشتراك والحاجات دي، ويلا نبدأ. الكرتون الأول هو النجمة ضد قوى الشر. الكرتون ده من إنتاج ديزني، وكان من أوائل أعمالها اللي دخلت فيها تمثيل مباشر للألوان. القصة بتحكي عن ستار الأميرة اللي جاية من بعد تاني وبتعيش على الأرض مع ماركو، لكن في وسط الأحداث ظهرت حاجة مهمة جدا. في إحدى الحلقات كان في مشهد حفلة وناس كتير بيرقصوا، وخلال الأغنية ظهرت أكتر من قبلة بين شخصيات مختلفة، من ضمنهم قبلة بين اتنين من نفس النوع، أقصد ولد وولد. يعني الموضوع ده عمل ضجة وقتها، لأنها كانت أول مرة ديزني تعرض حاجة بالشكل ده بشكل واضح ومباشر، من غير ما يكونوا مجرد تلميح أو هزار، مع إن مفيش هزار في الحاجات دي. بس في ناس شافوا إنه ده تطور وتمثيل لمجتمع الألوان، وناس تانية انتقدوا ديزني وقالوا إنها بتحاول تدخل أفكار مش مناسبة للأطفال. وأنا مع الناس التانية. واللي لفت النظر إن ديزني ما اعتذرتش ولا حاولت تخفي ده بعد الضجة، بالعكس اعتبروها خطوة طبيعية ضمن توجههم. وطبعا احنا عارفين اللي حصل لديزني بعد كده وبقت عاملة ازاي، وكله بسبب المديرة، واكيد كلنا عارفين هي عملت ايه. يعني الكرتون اللي بعده هو أرثر. كرتون أرثر اللي اتعرض على BBS كان واحد من الكلاسيكيات اللي معظم الأطفال اتفرجوا عليها. الكرتون معروف بطبعه تعليمي واجتماعي اللي بيركز على الصداقة وحل المشاكل بين الأطفال، لكن في سنة 2019 اتعمل الحلقة أثارت جدل كبير، وهي حلقة جواز مستر ريد برون المدرس اللي كان شخصية ثابتة طول السنين. اللي حصل إن الحلقة عرضت ببساطة إن مستر ريد برون بيتجوز راجل، وتقدم ده بشكل طبيعي جدا وكأنها مش حاجة غريبة للأطفال. والأطفال كمان في كرتون فرحوا واحتفلوا بالجواز ده عادي، لكن ردود الأفعال في الواقع كانت متقسمة. في قنوات في بعض الولايات الأمريكية رفضت تعرض الحلقة أصلا بسبب محتواها، وقالوا إنها مش مناسبة للأطفال، وفي ناس اعتبروا ان دي خطوه جريئه ومهمه. اللي يهم هنا ان ارثر كان دايما كرتون بيكسر الحاجات التقليديه، والحلقه دي اعتبرت اعلان رسمي ان حتى كرتونات الاطفال اللي متربيه عليها اجيال مش بعيده عن تمثيل الالوان. كريج من الجدول، وده من احلى كرتونات اللي انا بحبها، وكمان شايفه انه مظلوم. وكرتون ده من انتاج كارتون نتورك، وبيحكي عن كريج واصحابه اللي بيقضوا مغامراتهم حوالين الغابه القريبه من بيتهم. المميز في الكرتون ده انه بيعرض للاطفال في مواقف واقعيه جدا، وبيحاول يعكس تنوع المجتمعات. في إحدى الحلقات اتضح إن في شخصيات جانبية في الكرتون موجودين في علاقة مثلية، يعني اتنين من نفس النوع مرتبطين، وده ما كانش موضوع الحلقة الأساسي ولا اتعرض بطريقة درامية، لا بالعكس اتعرض كجزء طبيعي من القصة، وكأن وجودهم مش مختلف عن باقي الشخصيات. اللي يلفت النظر في كريج من الجدول إنهم حاولوا يدخلوا تمثيل الألوان بشكل سلس ومن غير ما يلفت الانتباه، كأنه مجرد انعكاس للحياة اليومية. وده اتشاف عند ناس كتير إنها طريقة أذكى من بعض الكرتونات اللي بتخلي الموضوع هو النقطة الرئيسية. الرسالة هنا إن العالم متنوع، والأطفال لازم يشوفوا كل الأنماط دي عشان يتعودوا عليها، وده اللي خلى كرتون يتصنف إنه من أوضح الأمثلة على إدخال رسائل الألوان للأطفال بشكل ناعم وطبيعي. ويمكن دي هي السلبية الوحيدة اللي هتشوفها في كرتون زي كريج من الجدول أصلا. الكرتون اللي معانا بعد كده هو كلارنس. كلارنس من إنتاج كارتون نتورك برضه، وبيعرض حياة ولد بسيط اسمه كلارنس ومغامراته الطفولية مع أصحابه. الكرتون في الأول كان عادي جدا، لكن مع مرور الوقت بدأ يدخل فيه مواقف ورسائل أوسع. في إحدى الحلقات اتعرفنا على والدين شخصية من الشخصيات الجانبية هو جيف، وطلع إن الوالدين دول اتنين نساء مرتبطين ببعض. ده اتعرض بشكل مباشر من غير مواربة، وكانوا بيتعاملوا كعائلة عادية زي أي أسرة تانية في كرتون. الجدل هنا كان أكبر شوية لأن كلارنس كان بيتوجه بشكل مباشر للأطفال الأصغر سنا، وناس كتيرة شافوا إن إدخال تمثيل للألوان في كرتون من النوع ده يعتبر غسيل مخ للأطفال. وحرفيا ده حقيقي وحصل معايا أنا. يعني أنا لما كنت صغير وكنت بتفرج على كلارنس كنت بشوف ام جيف، فكنت مثلا اقول هو فين ابوه، فبعدين كنت اشوف امه تانية وكنت بقول عليها انها اخته. يعني في واحده شبه جيف جدا، ام راس مربع شبه جيف، كنت بقول انها اخته كبيره، لغايه ما اكتشفت الحقيقه الصادمه. المشكله ان في فريق تاني دافع وقال ان ده تمثيل لنوع المجتمع، وبيخلي الاطفال اللي عندهم اهالي او اقارب من الالوان يحسوا ان حياتهم طبيعيه. الغريب كمان ان كلارنس كان واحد من الكرتونات اللي اتكلم عنها النقاد كتير وقتها، لان عرض ده من غير اي تمييز او صخب كانه حاجه عاديه
جدا، وقت المغامرة. الكرتون ده من اشهر اعمال كارتون نتورك، وهو تاني اكتر كرتون يعني انا بحبه اصلا في حياتي، واللي كان مليان رموز وتلميحات غريبة. لكن واحدة من اكتر الحاجات المثيرة للجدل فيه كانت العلاقة بين مارسيلين مصاصة الدماء واميرة العلكة. طول المسلسل كان فيه تلميحات انهم كانوا اكتر من مجرد صحاب، زي غيرة اميرة العلكة احيانا او اهتمام مارسيلين بيها. في البداية الناس كانت بتعتبر ده مجرد هزار او لمسات عابرة، لكن في الحلقات الاخيرة اتاكد رسميا انهم مرتبطين ببعض بعلاقة رومانسية، وتعرضت قبلة بينهم بشكل صريح. اللي حصل ده كان اول مرة كرتون نتورك يقدم علاقة مثلية بشكل مباشر وواضح في عمل كبير، وده عمل ضجة وقتها بين الجمهور. ناس كتير شافوا ان ده تطور وتمثيل للالوان، وناس تانية غضبوا وقالوا ان الكرتون بيدخل رسالة مش مناسبة للاطفال. لكن في النهاية وقت المغامرة اتذكر دايما انه مش بس كرتون خيالي، لكن كمان كان بيكسر الخيال وبيعرض مواضيع عمرها ما كانت بتتقال في كرتونات الاطفال. عشان كده ما بكرهش اميرة العلكة من فراغ. ستيفن يونيفرس من اكتر الكرتونات اللي اتشهرت بدعم الالوان بشكل مباشر جدا. الكرتون بيتكلم عن ستيفن اللي عايش مع كريستال جيمس، كائنات حجريه عندها قوه خاصه. الكريستال جيمس نفسهم ما لهمش جنس محدد، وده في حد ذاته انعكاس لفكره الاختلاف في النوع. من ابرز المواقف اللي بينت ده كان زواج روبي وسافاير، وهما اتنين كريستال جيمس بيمثلوا انهم بنات، واللي اتعرض في الكرتون بشكل كبير كعلاقه حب عاطفيه حقيقيه. غير كده في حلقات كتيره اتكلمت عن قبول الذات والتنوع في العلاقات. وستيفن يونيفرس اتوصف ان واحد من اكتر الكرتونات اللي دعمت مجتمع الالوان بشكل علني من غير اي خوف. حتى ان المخرجه ريبيكا شوجر اتكلمت بنفسها وقالت انها عايزه الاطفال يشوفوا ان كل اشكال العلاقات طبيعيه. بالنسبه لناس كتير الكرتون ده اتشكى طفره في مجال الرسوم المتحركه، لكن في المقابل كان فيه هجوم عليه من الاهالي اللي شايفين انه بيغرس افكار مش مناسبه للاطفال. الكرتون اللي بعده هو ذا ليجند اوف كورا. الكرتون ده هو الجزء الثاني من عالم افاتار، وقصه بتحكي عن كورا الافاتار الجديده بعد انج. طول المسلسل كان فيه قصص رومانسيه جانبيه زي المعتاد، لكن المفاجاه حصلت في اخر حلقه في المشهد الاخير. ظهرت كورا وهي ماسكه ايد اسامي وبيمشوا مع بعض بشكل رومانسي واضح، واللي اكد انهم مرتبطين بشكل علني. اللي مميز هنا ان العلاقه دي ما كانتش متعرضه يعني طول الحلقات بشكل مباشر زي في كرتونات تانية، لكن النهايه كانت اعلان رسمي انهم مع بعض. المخرجين نفسهم اكدوا بعد عرض الحلقه ان ده مقصود فعلا مش مجرد صدفه. الخطوه دي كانت جريئه جدا وقتها، لان نيكولوديان ما كانتش بتعرض اي تمثيل للالوان قبل كده، بس كلنا عارفين اللي حصل بعد كده. عشان كده كتير من الجمهور شافوا ان نهايه ذا ليجند اوف كورا كانت لحظه تاريخيه في الكرتون الامريكي، لانه من اوائل الكرتونات يعني اللي بوظت الكرتونات اللي بعد كده. بيت البومه ده واحد من احدث كرتونات ديزني ومن اكترهم وضوح في عالم دعم الالوان. القصه عن لوز، بنت عاديه بتدخل عالم سحري وتتعلم فيه فنون السحر الجديد، والجديد هنا ان لوز نفسها الشخصيه الرئيسيه. وديزني وضحت من البدايه انها مرتبطه بعلاقه رومانسيه مع بنت تانية اسمها انتي. العلاقه بينهم ما كانتش مجرد تلميح، بالعكس اتعرضت بشكل مباشر ورومانسي جدا، من الغيره للهديه للمواعده وحتى مشاهد اعتراف بالحب بينهم. وفي الاخر العلاقه اتبنت بشكل كامل كجزء اساسي من القصه. ديزني ما خبتش الموضوع، بالعكس سوقت له بشكل رسمي، وده كان مختلف عن اسلوبها القديم اللي كان كله تلميحات صغيره. عشان كده بيت البومه اعتبر علامه فارقه، لانه لاول مره ديزني تعرض علاقه الوان كرومانسيه رئيسيه مش مجرد مشاهد عابره. الموضوع خلى الكرتون يبقى محط جدل كبير، لكن في نفس الوقت حصل على دعم واسع من جمهور مجتمع الالوان اللي شافوا ان ديزني بدات تديهم مساحه تمثيل اكبر. تبا له. شيرا اند ذا برنسس اوف باور، النسخه الجديده من كرتون شيرا اللي نزلت على نتفليكس كانت مختلفه تماما عن النسخه القديمه. المسلسل ده اعتمد من البدايه على تنوع سواء في الشخصيات او العلاقات. الموضوع اتوضح جدا مع علاقه كاتارا وادورا البطله الرئيسيه. طول المسلسل كان في بينهم شد وجذب، مرات اعداء ومرات شبه اصحاب، وفي الاخر اتاكد انهم كانوا بيحبوا بعض. النهاية نفسها ختمت بقصة حب رومانسية وتعرض ده في صورة زواج غير مباشر. المسلسل كمان موقفش عند النقطة دي، في شخصيات تانية كان ليها ميول جنسية مختلفة وتعرضوا بشكل عادي جدا وكأن وجودهم طبيعي وسط قصة. اللي حصل خلى الشراء يتصنف من أوضح الكرتونات الداعمة للألوان، وخصوصا إنه موجه للمراهقين. ناس كتير شافوا تقدم كبير، لكن في نفس الوقت واجه نقد ضخم من الأهالي اللي قالوا إن الكرتون بيحاول يزرع أفكار معينة في عقول الأطفال. آخر كرتون معانا هو جرافيتي فولز. الكرتون ده مشهور جدا ومحبوب من كل الاعمار. القصه بتتكلم عن توأم ديبر ومايبل اللي بيروحوا يعيشوا مع عمهم ستان في مدينه مليانه اسرار وخرافات. وسط الاحداث اللي كلها الغاز كان في شخصيتين جانبيتين مهمين جدا، الشرطي بولبز وزميله ديرلاند. طول الحلقات كان في بينهم انسجام كبير وهزار شبه اعز الاصدقاء، او خلينا نقول كابلز.
لكن محدش اكد الموضوع لغايه ما جت الحلقه الاخيره من المسلسل، اتاكد انهم مرتبطين فعلا بعلاقه رومانسيه، وده اتعرض بشكل صريح. ولو بصيت عليهم اول حاجه هتقوله او هتقولها القرف ده. اللي ميز جرافيتي فولز ان العلاقه اتبنت على مدار الحلقات من غير تصريح، ولما اتاكد في الاخر اتشاف ده كانها اشاره تقدير من المؤلف للجمهور اللي كان بيتوقع ده، رغم انهم مش الشخصيات الرئيسيه، لكن مجرد ان الكرتون عرضهم كزوجين كان كفايه انه يتصنف ضمن الاعمال اللي بتدعم الالوان. وده كان مختلف وقتها لان ديزني نفسها كانت بتتجنب تعرض علاقات زي دي بشكل واضح، لكن جرافيتي فولز كسر القاعده. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده وكلمنا فيه عن اكتر كرتونات بتدعم القرف ده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش بقى اللايك والاشتراك والحاجات الحلوه دي، ولا عايز نتكلم عن اي موضوع يخص الانيميشن عامه اكتب لي تحت في الكومنتات. ما تنساش تصلي على النبي، وكان معاك ابراهيم، اشوفك الفيديو الجاي.